عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فراخ بطريقة جميلة وسهلة ان شاء الله عليكم. كملوا بس معايا الفيديو. هنبتدي من اول تنظيف الفراخ لحد ما تستوي ان شاء الله وتبقى زي الفل. سمي الرحمن. بصوا انا غسلاها ومنضفاها، مورياكي طريقتين: يا تفتحي الفرخة من ورا كده عشان تبقى قدامك كده زي الصفحة كده، ما فيهاش اي حاجة هنا او هنا او في اي حتة، شيليها عشان تبقى الفرخة قدامك زي الفل. هتعرفي تنضفيها من غير ما تقطعي، تمام، ما فيش اي مشكلة. عايزة بقى تعمليها كده وهي مقفولة، برضو ربنا يصلح ما بين ايديكي وربنا يا رب يقوينا ويقويكي. بصوا صفيتكم المية، بصوا برضو وهي مقفولة كده من جوه زي القشطة، مفيش اي حاجه. انا عامله الفرختين نضفتهم وحطهم في ميه بملح وشويه سكر وليمون، فخلاص هما كده اتنقعوا حبه حلوين. الفراخ بقت بيضه وزي القشطه اهي. ما تجيبيش الفراخ من عند الراجل وتشيلها في الفريزر، لان هتتزفر بطريقه وحشه والريحه مش هتطلع منها. ومجهزه معايا بصل وطماطم وجزر وفلفل وليمون. هنعمل فراخ بطريقه حلوه. تابعوني وكملوا الفيديو، واول ما تدخلي كده روحي حاطه اللايك بسرعه، ويلا بينا بقى نشوف احنا هنعمل فراخ ازاي. كده انا بعد ما شطفت الفراخ حطاها في المصفى تصفي ميتها كويس. ودي بصلايه صغيره حطيت عليها شويه ملح وفلفل، بدعكها كده زي ما انتم شايفين عشان الفرخه اللي انا هشيلها في الفريزر. تمام، دي اول حاجه عشان اشيلها بقى واشوف اللي انا هعمله. كده انا دعكتها كويس. بسم الله. هي صفت بقى الميه كويس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخدي بقى كده حبه بصل من اللي انت عاملاه ده وتدعكي كده من جوه، وبرده تسيبي البصل جواها كده. لما تيجي تطلعيها بقى هتسلقيها، هتحشيها، هتعملي فيها اي حاجه، البصل ده مش هيأثر عليها. ماشي، اخد دول بقى كده والفها من بره زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى اجيب كيس واشيلها واحطها في قلب الكيس ونشيلها في الفريزر، او انا ممكن اخليها في قلب العلبه كده وادخلها في قلب الفريزر. تمام، دي كده الفرخه الاولانيه. نشوف بقى التانية هنعمل فيها ايه. طيب الفرخه التانية هنتبلها ازاي؟ طماطم وبصل وتوم، وممكن تاخدي حته فلفل صغير. بسم الله، كل ده انا ضرباه في الخلاط. ماشي، بصل، توم، طماطم، فلفل ناعم خالص، ميه قدامكم. هنعمل عليه ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التوابل اللي احنا هنحطها: معلقتين بابريكا عشان يغلب عليها اللون الاحمر، ماشي، زعتر، كزبره برضو معلقتين حلوين كده، فلفل اسمر. انا حاطه الملح وانا بضرب الحاجه في الخلاط عشان البصل ما يعملش ريحه ما تبقاش حلوه. تمام، نقلب بقى كل الكلام ده تقليبه حلوه. ودوقي الحدق، لو الحدق برضو دلع شويه حطي، مفيش اي مشكله قبل ما تحطي الفراخ. بصوا ما شاء الله الخلطه جميله ازاي. يلا بقى بينا نقطع الفراخ ونحطها عشان تشرب من التتبيله الحلوه دي. بصوا بقى حبايبي، انا قطعت الفرخه ل8 قطع. تمام، التتبيله بقى اللي احنا عملناها سوا دي اشيل منها معلقتين حلوين كده، ماشي، نحطهم على جنب. هنستخدمهم بس بقى ايه مع بعض واحده واحده. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل الفراخ نحطها في الطبق في التتبيله زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده نعمل ايه بقى؟ نبتدي بقى مع بعض تقلبي كل الكلام الجميل ده مع بعض كده بايديكي كده عشان تدخلي التتبيله كده. بصي يعني تفتحي اللحم ده، يا رب تكون باينه كده، وتحطي فيه تتبيله كده كده. تمام، اكمل انا بقى تقليب وادمجهم مع بعض كده. وبعد كده بقى ايه، نشوف احنا هنعمل ايه بعد ما نتبل الفراخ. نبتدي نسمي الله كده ونشوف احنا هنسوي بقى الفرخه اللي احنا تبلناها دي ازاي. انا حطيت زيت ومعلقه سمنه كبيره
السمنه اللي انت تحبيها بقى، تحبي بلدي تحبي عاديه، مفيش اي مشكله. زبده ان شاء الله يبقى طعمها زي الفل. تمام كده. بسم الله. بس كده هي كده سخنت تمام، بقت زي الفل. تيجي بقى كده بالراحه واحده واحده. بسم الله. بس كده النار عاليه، ما توطيش النار عليها، عشان انا عايزاها تاخد صدمه وتاخد لون برده. بصوا كده. ما تقلبيش على طول عشان ما تجيبش ميه، تحطي عليها الجلد، خلي الجلد هو اللي تحت. انا معليه النار عليها زي ما انتم شايفين كده، هي بس بردت شويه لما الكميه زادت. هسيبها كده، انا مش هقلبها خالص. لما تبتدي بقى ايه الميه اللي هي نزلت من التتبيله من الفراخ تتبخر شويه، هسيبها على وضعها كده. شايفين الفراخ لسه شغاله وانا لسه ما قلبتش، بس عشان ما اضيعش وقت هعمل ايه بقى في الصينيه التانيه عشان خاطر اظبط الدنيا. انا مولعه الفرن، دي اول حاجه. تاني حاجه صينيه تانيه انا مقطعه فيها فلفل. طبعا الحاجات اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو مش كلها تبلت بيها، انا خدت قرن فلفل وخدت طماطمايه وبصلايه كبيره على قد الفرخه اللي انت هتعمليها. تمام. ده بقيه الخضار بقى، الجزر وفلفل وبصل وطماطم ومعلقتين التتبيله اللي انا شلتهم قبل ما احط الفراخ. نحط بقى كل الكلام ده. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده، ونقلب بقى. بلاش نقلب بالمعلقه دي عشان ايه ما نخبطش، نقلب بالاسباتشولا عشان كل الخضار ده يتبل ويبقى طعمه حلو. بصوا ما شاء الله الخضار شكله جميل ازاي. والفرن يسخن عشان خاطر اول ما احط الفراخ ما تجيبش ميه، يعني انا هنشفها برضو، ما يبقاش الفرن هادي عشان ما تجيبش ميه. كده الدنيا تمام، والصينيه دي كده بقت زي الفل. الفراخ بقى لما تاخد صدمه جامده كده وتتحمر وتديني درجه كويسه، نحطها على وش الخضار ده وندخلها الفرن. خليكم معايا كملوا الفيديو وان شاء الله هتستفادوا. شايفين كده ما شاء الله عليها، نزلت طبعا كل الخلاصه في قلب الزيت والزبده اللي انا كنت حطاهم. نسمي الرحمن بقى ونشيل كده ونرص في الصينيه. انا حطيت لورا وحطيت حبهان وحطيت عود قرفه. بسم الله ما شاء الله. نشيل بقى الكلام ده كله كده. ما شاء الله اللهم صل على النبي. ريحتها الله اكبر عليها، تحفه تحفه فنيه، تحفه. بصوا طبعا الدسم كتير قوي، انا من كميه الرز اللي انا هعملها مش محتاجه الدسم ده كله، فانا ممكن افضيه في طبق عادي. الاول هاخد معلقتين عشان الخضار اللي انا حاطاه في الصينيه. شيلي بالراحه كده عشان لو حاجه لزقت ما تتشوهش، الجلد ما يتقطعش وبعدين شكلها يبقى مش حلو. تمام. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شكل الصينيه ما شاء الله. بصوا كده، يا رب تكون واضحه قدامكم. بصوا كده، حاولي بقى يعني ارصها تبقى جنب بعضها كلها كده. طبعا هي كده مستوتش السوى الكامل. تمام. نجيب بقى معلقه عشان ناخد بس من الدسم كده.
عشان خاطر الخضار اللي تحت برضو يبقى ما يبقاش ناشف. وبعدين مكان الطبق اللي انا كنت واخده فيه التتبيله احط يعني نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه، وبعدين اعمل الطبق كده بقى وايه، واحط بقى بسم الله بس كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى ندخلها الفرن وبعدين نشوف احنا هنعمل الرز ازاي. انا كده دخلت الصينيه الفرن وحطيتها في النص. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز بقى نقلبه في قلب الكلام الجميل اللي قدامنا ده. ماشي، نبقى النار شويه عشان نقلبه. شويه رز بقى ايه، بسم الله ما شاء الله، هيطلعوا زي الفل. وخدي بالك من اللورة والحبهان اللي انت حطاه عشان لما يستوي تشيلي بقى كل الكلام ده. جاهز بقى الميه اللي انا هسقي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في الوقت ده بقى قبل ما اوطي عليه ادوق الحدق بتاعه واسيبه يغلي، وبعد ما يغلي بقى ابقى اغطيه بقى واسيبه بقى يستوي براحته على نار هاديه. اللهم صل على النبي. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، الفراخ الله اكبر عليها، ريحه التتبيله تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا دايبه خالص ازاي، دايبه مش محتاجه. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا بصوا بتتقطع سهل ازاي. انا عايزه امسك بس قطعه كده. بصوا بصوا بتتفتح ازاي سهله، بس هي سخنه قوي يعني. هي مستويه وزي الفل. والرز بقى عشان الرز كده يا ماما. بصوا الرز انا حطيت له معلقه صلصه عشان يدي اللون الجميل ده. يعني انا لما جيت قلبته حسيت ان هو فاتح شويه، مش جايب احمر ومش جايب ابيض، فرحت مدياله معلقه صلصه عشان يحمر معاكم كده. وطبعا مستوي وزي الفل. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما تنسوش تشتركوا في القناه، وما تنسوش تكتبوا كومنت حلو، وكملوا الفيديو للاخر. وان شاء الله ان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم قوي، طعمها جميل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.